يمسيك بالخير يا ابو تريكه. الكره اللي ضيعها امبارح كريم فؤاد في يانج افريكانز بتذكرني بابو تريكه في مباراه الزمالك لما كان طالع انفراد بعد منصف، بس هوش تهويشه كده على عبد منصف نام في الارض وجمهور الزمالك نام وراه، وابو تريكه حطها في الجون وما رحمش. كذلك فرصه حسين الشحات اللي في الشوط الاول جايه لك مرتاحه من كهربا والجون فاضي وبتحطها في السماء. ابو تريكه جات له في افريقيا قدام الكاميرون ما رحمهمش بالاربعه، حطها جون. في النهائي قدام برضه كاميني ما رحمهوش رغم انه كان طالع وقافل الزاويه وقافل المرمى، ابو تريكه ما عندوش ياما ارحميني، فكان حاططها في الجون سافخها مموت الكاميرون ومصر كانت فرحانه. فانت امبارح حسين الشحات بيضيع، كريم فؤاد بيضيع، كهربا بيضيع، طاهر محمد طاهر بيضيع، ديانج ربنا يهديه طلع انفراد وبيضيع. فالاهلي امبارح متصدر باربع نقاط. بص الفرق المجموعات كلها، صن داونز بيخسر، الترجي بيخسر، الوداد المباراه الثانيه على التوالي بيخسر، بيراميدز خسران امبارح. فانت لو كملت وتصدرت وطلعت متاهل، الادوار الاقصائيه هيبقى فيها فرق كتير جدا مفاجاه. فانت بطولتك السنه دي هتبقى سهله، فانت سهلها على نفسك عشان ما تبقاش صعب عليك في الادوار الاقصائيه، عشان تستعيد مستواك في الادوار الاقصائيه وما ترحمش وتحسم البطوله. امبارح احنا قدمنا شوط تاني افضل ما يكون. كولر امبارح كان فايق بدليل انه غير امام عاشور، ما بصش لاسمه بين الشوطين وغيره واعتذر كل اللعيبه اللي مش كويس هيطلع. فكولر امبارح بدايه التصحيح. انت بتتكلم الشوط الثاني نزلنا امبارح اول 10 دقائق ديانج طلع انفراد ربنا يهديه، بيباص الكوره ويا ريته باصها رضينا بالهم ومش هم راضي بينا، بيباص الكوره تعبانه فراحت لكهربا ربنا مش كايد لنا فيها فوز. كذلك انت امبارح كهربا راح برضه حته هو والجون لمها كده كانت بعيده عنه شويه، لمها وحطها، لكن لعيبه يانج افريكانز ضيعها. كريم فؤاد طلع انفراد ويعني خلصها بقى وخلينا نرتاح، ما كانش فيه نصيب. لكن نقدر نقول لعيبه الاهلي لما تقدمنا امبارح يعني كان لازم يسيبوا لك تاتش في المباراه، وهو ان واحد في وسط خمسه يحط كوره جون فينا في الدقيقه 91. كانت بايخه قوي من لعيبه الاهلي ان احنا نطلع متعادلين. كان نفسنا نطلع كسبانين امبارح، كان نفسنا نطلع متقدمين متصدرين بست نقاط امبارح، لكن قدر الله ما شاء فعل، ربنا مش رايد لنا الفوز. لكن كانت بدايه تصحيح امبارح مهمه جدا، بدايه تصحيح ان لعيبه الاهلي امبارح كانت فايقه. رجوع عمرو السوليه امبارح من الاصابه كانت حاجه مهمه جدا لنص الملعب. انت متخيل انت سحبت امبارح مروان عطيه ولعبت السوليه، الاهلي كان فايق، الاهلي كان رايق، نص الملعب انت ما حسيتش ان هو اتاخد منك. السوليه كان جبل خبرات امبارح، الكره طالعه منه للاعيبه الاهلي على الاجناب وهو واقف في نص الملعب دوه. فرجوع السوليه بلا شك مفيد جدا لنص الملعب. لكن على النقيض الاخر احنا فقدنا ياسر ابراهيم للاصابه، انت مفتقد برضه محمد عبد المنعم امبارح للاصابه. فانت داخل يناير الفتره الجايه لازم تبص لقلب الدفاع، تنزل بمعدل الاعمار السنيه بتاعك وتحاول بقدر الامكان تجيب لعيب بابن هجمه من تحت، لان ده محتاجينه. انت عندك محمود متولي غايب من بدايه من نهايه الموسم اللي فات، وبالتالي مفتقدينه مع محمد عبد المنعم. ثنائيه كانت حلوه جدا عملها الموسم اللي فات وكان بناء الهجمه فيها ممتاز جدا. فبالتالي انت لازم تبص لقلب الدفاع من التدعيمات بتاعتك، البديهيات بتاعتك. المهاجم بلا شك انت محتاج مهاجم. ان كان موديست هيرجع من الاصابه قبل كاس العالم وربنا ينفخ في صورته ويبقى متالق في كاس العالم فخير وبركه، ما كانش ما تستناش بقى لنهايه الموسم، لازم في يناير تجيب مهاجم، ومهاجم جايب اهداف، مهاجم جاي اهدافه معاه. فده اللي انت عايزه الفتره الجايه عشان داخل افريقيا عندك فرص. انت شايف بالوضع ده ما ينفعش، واهدرت نقاط في الدوري برضه ما تنفعش. فانت لازم تخش انتقالات يناير مدافع مهاجم، عمر كمال عبد واحد معاك خير وبركه، ودخل كريم فؤاد في نص الملعب معاهم يهرس معاهم، ما عندكش مشكله. فربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه، ربنا يوفقنا الفتره الجايه. عم كولر يفضل فايق وصاحي. امبارح كان قاعد واقف على الخط طول المباراه، كان فايق، ما كانش بيضحك، ما كانش بيهزر كعادته، لكن مركز. ده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه قبل كاس العالم، الاهلي يستعيد عافيته واهدافه وغله الاهداف بتاعته الكتيره تيجي، عشان لما نخش كاس العالم ما نرحمش حد. مش عايزين نتغلب، عايزين نوصل لابعد نقطه في كاس العالم ان شاء الله، ولما لا نحقق البطوله ديت. فربنا يوفقنا الفتره الجايه، ربنا يبعد عننا الاصابات، ان شاء الله نستعيد ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم الفتره الجايه، وربنا ينفخ في صوره لعيبه الاهلي ومهاجمين الاهلي.